مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاستنا. اليوم سنتحدث عن موضوع أثار فضول الملايين حول العالم. موضوع يجمع بين العلم الروحي والإيمان العميق، بين الطاقة والفكر والقدر، إنه قانون الجذب. لكننا اليوم لن نتحدث عنه فقط من منظور التنمية البشرية، بل سنغوص أكثر في علاقته العجيبة والعميقة بالقرآن الكريم، وبالإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى على تحقيق ما نرجوه. الجزء الأول: ما هو قانون الجذب؟ قانون الجذب هو فكرة تقول إن أفكارنا ومشاعرنا ترسل ترددات إلى الكون، وهذه الترددات تجذب إلينا الأحداث والأشخاص والظروف التي تشبهها. بمعنى آخر، ما تفكر فيه وما تشعر به يصبح ما تعيشه. فإذا كنت تفكر بإيجابية وتشعر بالامتنان، ستجذب مزيداً من الخير والفرص. أما إذا كنت تفكر بالخوف أو الفقر أو القلق، فستجذب مواقف مشابهة لها. الكثير من الناس يظنون أن قانون الجذب فكرة غربية أو فلسفة جديدة، لكن الحقيقة أن جوهر هذا القانون موجود في القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 سنة. الجزء الثاني: قانون الجذب في ضوء القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. وهذا يعني أن نية الإنسان واتجاه رغبته تحدد ما يجذبه إليه من نتائج. النية هنا هي الطاقة الأولى التي تحدد المسار. وفي حديث قدسي شريف قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. تأملوا هذه العبارة. الله سبحانه وتعالى يربط عطاياه بما نظنه به، أي أن ظنك، تفكيرك، وتوجهك الداخلي هو الذي يجذب إليك ما سيحدث. إذا ظننت أن الله كريم ورزاق، جلبت إلى حياتك رزقاً ووفرة. وإن ظننت أن الحياة صعبة وأنك غير محظوظ، فستجذب من الأحداث ما يؤكد هذا الظن. الجزء الثالث: التفكير كعبادة خفية. في القرآن نجد أن الله تعالى يكرر الدعوة إلى التفكر والتأمل. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التفكر ليس مجرد عملية عقلية، بل هو نوع من العبادة. عندما تفكر بخير وتخطط بنية صافية، فأنت تمارس عبادة قلبية تجعلك في حالة جذب روحي لكل ما هو طيب. قانون الجذب لا يعني أنك تتحكم في القدر، بل يعني أنك تنسجم مع السنن الكونية التي خلقها الله. فالله لم يخلق الكون عبثاً، بل وضع فيه قوانين ثابتة. سنة الله في الذين خلونا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلاً. فكما أن هناك قانون الجاذبية الذي يحكم الأجسام، هناك قانون آخر يحكم الأفكار والمشاعر، وهو ما نسميه اليوم قانون الجذب. الجزء الرابع: كيف نستخدم قانون الجذب بطريقة إيمانية صحيحة؟ أولاً، اضبط نيتك. قبل أن تطلب أي شيء، اسأل نفسك: لماذا أريده؟ هل هدفي رضا الله وتحقيق التوازن، أم فقط التفاخر أو التعلق بالدنيا؟ النية هي المفتاح الأول للجذب النقي. ثانياً، استبدل الخوف باليقين. بدل أن تقول أنا خائف ألا أنجح، قل أنا واثق أن الله سيساعدني على النجاح. اليقين بالله هو أقوى طاقة جذب في الوجود. ثالثاً، الامتنان. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الامتنان يجذب الزيادة. كلما شكرت كلما زادك الله من النعم، فيتسع مجال جذبك للخير. رابعاً، التخيل والدعاء. عندما تتخيل أمنيتك كأنها تحققت، ثم تدعو الله بيقين، فأنت تزرع بذرة في أرض الإيمان، وما تزرعه اليوم سيزهر غداً بإذن الله. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وأستجب هنا وعد إلهي، ولكن بشروط القلب المؤمن والنية الصافية. الجزء الخامس:
بين الجذب والتوكل. الكثير يظنون أن قانون الجذب يناقض التوكل على الله، لكن الحقيقة أن قانون الجذب هو جزء من التوكل. التوكل ليس أن تجلس وتنتظر، بل أن تعمل وتفكر وتثق أن الله سيهيئ لك الأسباب. فكما قال النبي: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً. أي أن الطير تتحرك وتسعى، لكنها مطمئنة إلى رزقها. وهذا بالضبط ما يفعله من يعيش قانون الجذب بإيمان، يسعى ويؤمن ويترك النتيجة لله. الخاتمة: قانون الجذب ليس سحراً ولا خرافة، بل هو انعكاس لقوة الإيمان والنية والطاقة التي خلقها الله فينا. حين تنظم أفكارك وتطهر نيتك وتثق بالله، فأنت تسير على طريق الجذب الإيماني، طريق يقربك من أحلامك دون أن يبعدك عن خالقك. كن على يقين أن ما تطلبه موجود، وأن الله لا يرد قلباً صادقاً جاءه بالدعاء واليقين.